يقومون على الإعلام العربية والإسلامية والحالة الأخرى. إننا نزيد كل الذين يخالفون في سياسة العدو بوعي أو بغير وعي. إن السكوت والصمت هو مؤامرة، هو انقلاب استراتيجية العدو واستغلال العدو. ونحن كشعب مصري تعودنا تكسير الصدر، تعودنا تكسير الصدر، تعودنا الحضور، تعودنا التدبير، تعودنا الحج، تعودنا أن نعطي دماءنا وأموالنا وكل ما لنا للقضية الفلسطينية. إننا اليوم وأنتم تدركون أننا نسجل شيئا واحدا، وأنه لا يعقل أن لا نزال براسي الحكومة المغربية وكل السلطات من أجل شأن القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين. هي جوهر السياسة المغربية، هي جوهر السياسة، هي أصل السياسة المغربية، والتأكيد على الدول العربية الإسلامية وكل من له علاقة بنا أننا لن نتنازل كما لا نتنازل عن الحياة المغربية، لن نتنازل عن فلسطين. ثم نحن نقف اليوم ضد المتطهرين، ضد المتطهرين بأبناء شعبنا، ضد المتطهرين من الناس الذين هم بيننا، الذين يهرولون إلى جانب العدو ليكونوا حتى التحرير يمتحنون. هؤلاء هم المستطيعون، هؤلاء هم الذين يخدمون بجمعياتهم وبالأنشطة الثقافية وبالأنشطة السياسية وبالأبحاث العلمية، يخدمون من خلال وحي الصهيونيون.